وجهة نظر كنا نلعب القمه يا جماعه، وحوار اللي حصل ده ما كانش ينفع يتعمل خالص، ووجهه نظري انه غلط انه يتعمل، يعني مع احترامي لازم نحكم عقلنا. يعني مش كوره زيزو السبب ولا الكلام ده، كان انت لو عايز تعمل الكلام ده ما كانش بعد الموضوع المصري، كان من بدري قبل اول الدوري، بعد ما تعدي موضوع المصري ومش المصري كان ممكن تعمل الكلام ده. انا وجهه نظر، وانا مش مع المجلس في الطريق ده، بالعكس. هتقول لي يا عم العدل ومش العدل، الكلام ده من بدري، ليه ربطته بالمصري؟ وليه ربطته بعد الخطا التحكيمي والكره عدت الخط ولا ما عدتش؟ دي وجهه نظري. شفنا حوار عفيفي وسيد عبد الحفيظ، وعلى فكره والكابتن سيد عبد الحفيظ يعني تحس ان عفيفي، يعني عفيفي راجل يعني من الزملكاويه المحترمين الفاهمين، اللي عفيفي عمل حلقه يعني استاذ، وكان كلامه هادي ومربع كده معلم، عجبني عفيفي بصراحه. بس قاعد قدامه تحس سيد عبد الحفيظ ده راجل في المخابرات، قاعد مش ممكن. هو ده طبيعهم على فكره، يعني النادي الاهلي هي دي النوعيه، هي دي السحنه دي، هي دي بتاعت النادي الاهلي. يعني لما يطلع واحد يقول لك احنا هربنا اسمه ده ايمانويل والبطولات بتيجي ازاي والكلام ده، مالناش دعوه بيه. بس الحوار عجبني في حاجه، انه قال لك كلمه لما الزمالك التسعه والسبعه، وقال لك كلمه يمكن ده اعتراف ضمني من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان نادي الزمالك هو القرن. لو خدنا بالنا لما بيقول له انت خدت 5 بس الاستمراريه. طب يا عم انا خدت 5 وحصلت ظروف والدنيا كلها، هل عشان انا خدت 5 وما كملتش اتعاقب؟ افرض عندي ظروف، ما في انديه راحت وجت، فين اشانتي كوتوكو اللي كان بيغسل الاهلي والزمالك وكان عامل، مش ممكن. احنا مش كنا بنقول كان بيكسب هنا ويكسب هنا وكان رعب، والانديه الافريقيه وهارتس انديه كانت بتكسب الدنيا كلها. حلو الكلام. هل في انديه راحت يعني ما عدناش بنشوفها؟ خلاص يبقى لكن لا انا ليا اقيمك في ال 100 سنه دول، انت خدت كام بطوله؟ خدتهم اول 10 90 بعدها مت، مش ذنب انا بقى، لكن على الاقل انت فزت بكام بطوله. فده اعتراف انا بقوله اهو من وجهه نظري من لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ ان نادي الزمالك نادي القرن. والتسعه اللي بتسابق يقول لك الاستمراريه، استمراريه مين يا عم؟ يا عم انت ما انت الدنيا كلها بتساعدك. انت قلتها انت جامد على التخين، انت بتمشي كلامك على اتحاد الكوره، يعني انت بتقول انا جبروت، مفيش راجل، فانت اهو. لكن مجالس ادارتنا للاسف برضو، واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والزملكاويه اللي بيشتغلوا في اتحاد الكوره زي حازم امام اللي بيقعد يتكلم بقى بالرق ومش عارف ايه ده ما عمره ما خد حق النادي الزمالك، ولا عمره طالب بحق النادي الزمالك، ولا اي حد كان زملكاوي في اتحاد الكوره ساعد النادي الزمالك. لكن شوبير يا نهار اسود، تحس ان هم ديابه بياكلوك. يدخل الولاء والانتماء، يروح رايح تاني يوم اول ما اتعين في اتحاد الكوره يمين القسم ان الولاء اللي مش لمصر ولا لاي حد، الولاء للنادي الاهلي بس. هو ده اللي بيحصل، انه يفكر في ولائه للنادي الاهلي بس. وده حاجه على قد ما بقول يا جماعه، بس سبحان الله، ما انت لازم تبقى حق، انت طالما في اتحاد الكوره يبقى ولائك لاتحاد الكوره، الكوره المصريه، لا اهلي ولا زمالك، تبقى انت حيادي من هنا ومن هنا. لكن الاهلاويه على طول بيفكروش غير في النادي الاهلي، ساعد النادي الاهلي. الزملكاويه مرعوبين، ما حدش يقدر ياخد قرار ولا يقدر يقول يعمل حاجه ولا يقدر يساعد ده ويفكر بس. فانتوا اللي شايفين بقى، انتوا احكموا. بس انا عجبني لما قال له حسن حمدي والظروف ومنظومه، ولما اتحل مجلس اداره النادي الاهلي ليه ما اتحلش؟ الزمالك اتحل قد ايه؟ ولما الاهلي اتحل مجلس ادارته رجع بنفس الهيئه ونفس التشكيل وكمل زي ما هو وجدد له التاني. يعني انت عايز ايه تاني اكتر من كده بقى؟ لكن ده يتجدد وده يمشي وده يمشي وده يمشي وده يمشي، يتطبق القانون على الزمالك وما تطبقش على غير ده. عيب فيك انت يا زمالك، عيب فينا احنا، لان انت مش قوي، ما عندكش حد بيدافع عنك. هم عندهم رجالتهم، عندهم الناس سبحان الله في كل حته كده، تحس ان هم ديابه. حلو، وما عندهمش اي مشكله، الغايه تبرر الوسيله. هم عندهم كده المبدا واحد، يعني امام سب لهم، وسب خلاص، طالما مصلحتنا معاه يبقى حبيبي وعفى الله عما سلف، وده ابننا ومعلش ده شاب وغلط، يعني سامحه. سبحان الله، مع ان رمضان صبحي سابهم مشوا، ده حقه عادي حقه، مش عادي الراجل لا سب ولا غلط، عادي جاله عرض فكر في مصلحته وفلوسه وباع النادي الاهلي، دبحينه لحد دلوقتي، دبحينه دبح. فانت بتكيل بمكيالين. يعني يكفي شريف اكرامي لما رد عليهم وقال لهم انتوا اما بداوا قيم في وقت، والوقت ده يعني زي هيثم السعيد اللي كان بيلعب في السله في نادي الزمالك وراح عمل لهم كده، مذيع في نادي الاهلي، ما فيش مشكله.
ايمن شوقي اترمى من النادي الاهلي، جيش عندك جه عندك شويه لعب في عندك، مفيش اي حاجه، يرجع يعض فيك يا اخي. ده غل لنادي الزمالك بطريقه غير طبيعيه. ايمن شوقي ده مغلول مع ان نادي الزمالك اللي بعد ما الاهلي رماه زي الكلب، انا اسف يعني في التشبيه، انا اسف يا رب، انا مش عايز اغلط في حد، انا مش اتجاهي، انا مش اتجاهي اني بغلط في حد، الله استغفر الله العظيم يا رب، انا بعتذر، انا مش متعود اغلط في حد، بس اهو يعني عمل له يعني رماه، نادي الزمالك جابه وعمله ووقفه على رجله، وحتى لو لعبه سنه ومشي، لكن ما هلكش، بالعكس. فانت تطلع على الاقل يعني ايه الولاء ان انا جيت هنا، اي نعم بتاخد عيش وبتقبض منك، لكن ما تطلعش بكره والحقد يا اخي. ده ايمن شوقي يا جدعان، ده طالع بيكره، مش ممكن مرضعينهم كره وغل غير طبيعي، زي اسلام الشاطر ده ما كان في الزمالك وماسك، مش ممكن. وكان عندك يطلع يعض فيك، مش ممكن يا اخي كره يا اخي. طب انتوا لو رجاله وانتوا حاسين انكم كبار، المفروض لو انتوا كبار وحاسين انكم كبار ما تشغلش بالك بيا بقى، الا اذا انت عارف ان انا كسر عينك. هم كده احساس كده والله العظيم، لو انت كبير وفوق ما تبصش لتحت، لكن هم دايما باصين لك دايما، يعني الله المستعان يعني. المهم نرجع لموضوع مباراه القمه يا جماعه، انا وجهه نظري كان لازم تتلعب، ولازم نادي الزمالك ان شاء الله يطلع النهارده بقرار. الفيديو ده النهارده يا احمد الحاج هتذاع الاثنين الحلقه، اتمنى ان القرار يطلع الاثنين، واتمنى ان اللعيبه تكون مركزه وجوميز مركز وعارف الخطه هتعمل ايه، كان ده لازم بعد القمه اعمل اللي انت عايزه. انت قادر تكسب النادي الاهلي، اقسم بالله قادر. انت بقى عندك لعيبه الحمد لله، نحمدك يا رب، بقى عندك لعيبه ما بتخافش من النادي الاهلي، لعيبه ما بتلعبش غير النادي الاهلي، لعيبه بتستحوذ قدام النادي الاهلي قدام ما كانش حد بيحصل. انت بقى عندك يعني لعيبه زي عبد الله السعيد بيمسك ويجري ويرقص ويرفع عينه ويعمل صراعات، ناصر ماهر اللي غسيله غسيل. عندك لعيبه محمد شحات، عندك بقى لعيبه حلوه، عمر جابر، عندك المسلوسي لعيب دولي، يعني عندك اسامي زيزو اللي المفروض مره بقى يظبط، زيزو يظبط بقى شويه قدام الاهلي لانه بقى له فتره مش ظابط. اوباما اعيش واشوفك يا اوباما ماتش قدام النادي الاهلي، العب ماتش حلو قدام النادي الاهلي. الواد ده عنده لعيب كوره حلو قوي يا جماعه، اوباما لعيب كبير جدا، بس مش حد بيجي قدام النادي الاهلي، مع ان انا بقول اهو اللعيب الكبير ما يلعبش غير قدام الاهلي، العب ماتش الاهلي وباقي الدوري ما تلعبوش، انا ما عنديش مشكله، لان اللعيب الكبير بيبان في الماتشات الكبيره. المهم نتمنى المجلس قبل ما المجلس يعني يراجع نفسه في القرار ده، اتمنى اللعيبه كانوا مجهزين ومحضرين، اتمنى جوزيه يكون مجهز الخطه وكان مجهز انه هيلعب، لان انت لو انت ما كنتش مجهز كده يبقى انت بتدمر فرقتك وهتنزل تشيل رقم ربنا يستر منه. انت اللي شتت الفرقه، واتمنى الكابتن حسين لبيب ما يطلعش بقرارات عن طريق زي ما انت اول مره مع فتوح قلت هتبيع فتوح ومحمد صبحي وقرار نهائي نهائي نهائي، ورجعت في اول قرار ليك وفتوح جه وكمل ومحمد صبحي جه وكمل والامور طيبه والزناري جه وكمل، فانت جيت قرار اهو، لو رجعت يبقى انت مالكش مصداقيه، بقى خليك راجل. فعشان كده ادرس قرارك قبل ما تقوله. سلام عليكم.